محمد البرادعي. الحقيقة الدكتور محمد البرادعي أنا بشكره على تقديراته السياسية التي كشفت القناع كشفا مطلقا عن أهدافه، وأنه أداة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر كما كان أداة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. دكتور محمد البرادعي ربنا سبحانه وتعالى وحده هو اللي هيحاسبه على العراق اللي ما فيش فيها أي نوع من أنواع الأسلحة النووية ولا حتى الإشعاعات النووية. الدكتور البرادعي ادى رخصة لقوات حلف الناتو باحتلال العراق. النهارده ايه الوضع في العراق؟ كل يوم بيموت 200 عراقي في حروب طائفية داخل العراق. العراق في طريقها وفقا للخطة المرسومة إلى التقسيم إلى 3 دول: دولة كردية، دولة سنية، دولة شيعية. من الذي وضع اللبنة الأولى لتقسيم العراق؟ هو الأستاذ الدكتور محمد البرادعي، مصري الجنسية والحاصل على جائزة نوبل للسلام، وللأسف أنه مصري. بيعيد نفس القارة جاي النهاردة في هذا التوقيت اللي كله عايز يقلب البلد لفوضى. مش كل الناس، لا، كل الاتجاهات اللي انتوا عارفين، اللي هي الأقلية المتحركة، بينما الأغلبية الصامتة هم كانوا مخيل إليهم ان هي ساكنة. الأغلبية الصامتة أصبحت متحركة اليوم، ومتحركة بقوة، وبإذن الله ولن تهدأ ولن تقف. هذا هو شعب مصر وتاريخ هذا الشعب الذي يؤكد أنه أعظم شعب في الأرض. دكتور البرادعي بيقول إن هو بيتشكك في القوات المسلحة، عايز يرفع من حماس الناس المعارضين للقوات المسلحة، ويدعي ادعاءات أمام الرأي العام العالمي إن هو انسحب من الانتخابات عشان خاطر الدكتاتوريين بتوع الجيش، بينما الانتخابات البرلمانية قد انتهت بكل شفافية. أنا النهاردة واحد زي حالاتي، أنا من يوم ما نتيجة الانتخابات بانت لغاية دلوقتي اتقال على الدايرة بتاعته 6 قرارات هتتلغى. لا، مش هتتلغى. قال لك ده توفيق عكاشة ساقط، رجعوا تاني سكتوا قالوا ده ناجح. 100,000 حاجة. ورغم ذلك أنا ليست هذه قضيتي، ما يروح في داهية كرسي البرلمان. أنا قضيتي مصر. مصر يا أولاد، مصر يا أخوانا، مصر أيها الشعب. ده تهريج، دي مهزلة، ده أحط أنواع الخسة. ومن الذي يتبنى الإعلام الإسرائيلي؟ طبعا النهاردة الأخبار مطلعة الموضوع، الأخبار المصرية ما كانوش يعرفوا إن الإعلام الإسرائيلي سابقهم. رايح يكلم الإعلام الإسرائيلي ليه؟ رايح يكلم الإعلام العالمي ليه؟ بيستهدف توحيد جهد دولي ضد القوات المسلحة المصرية، ضد رجال القضاء في مصر، ضد قوات الشرطة. هو ان الراجل نفسه قايل مهاجم القضاء ومهاجم الشرطة ومهاجم القوات المسلحة، ومحدش قادر يعمل له حاجة. انما توفيق عكاشة بقى اللي موت نفسه دفاعا عن رجال القضاء بجميع مؤسساته، وموت نفسه دفاعا عن رجال الشرطة، وموت نفسه دفاعا عن القوات المسلحة، من أصغر جندي لأكبر جندي يطلع حكم من محكمة القضاء الإداري علشان يشيلوه من على الشاشة خالص. ايه يا جماعة؟ في ايه؟ في ايه؟ بقى اللي يدافع عن رجال القضاء
يطلع مجلس الدولة يصدر ضده حكم، واللي بيهاجم رجال القضاء محدش قادر يطلع ضده حكم، وهو متقدم فيه 100 بلاغ، 100 ومرفوع عليه 30 قضية من المحامين النزهاء الشرفاء. ورغم ذلك إني لا أخاف إلا الله، وأعلن إن أنا بتقدم بالشكر للمرة الرابعة إلى جميع رجال هيئة القضاء في مجلس الدولة. كل رجال القضاء في مجلس الدولة بتقدم لهم بالشكر، وبقول لهم سأقف خلفكم بكل ما أوتيت من قوة من أجل نصرة مصر